السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم أخواتي من مطبخ أم زين الدين رايحين نديرو مع بعض دائما مع المملحات. كما نقولوا حنايا بريوات بحشو بسيط وخفيف. نشوفوا هذو البريوات كيفاش يندار. هذه العجينة عجينة كما نقولوا حنايا جديدة خفيفة، نخدموا بها البريوات، تنجمي تخدمي بها السيكار كيما نقولوا حنا تاع البوراك، سهله وما فيهاش مقادير كثيره. شوفوا المقادير وشوفوا الطريقه. عندنا هنايا عندي هنا 250 غرام تاع فرينه، واللي عندها كيما يقول لك عدد الافراد كثار تكثر. عندي حبه تاع بيض، الملح ونص مغرف تاع خمار. هذا ما كان. نبداو بسم الله. ندير ما نقووش الخمار، نديرو مغرف صغيره هاك. هذا ما كان في 250 غرام. ولا درتي 500 ديري مغرف معمر. نديرو الملح على حسب الذوق، ونخلطوا نخفقوها مليح. نخفقوها مليح ونديروها هنا في الوسط. ونبداو نخلطو ونجمعوها بالماء. هذا هو المقادير تاع العجينه. وصدقوني السيجار تاعها والبريوات تاعها يجو هايلين. ملاح في شهر رمضان راح جاي ان شاء الله، راح قريب. صوموه ان شاء الله بالصحه والهنا. شويه لازم بالعجينه لازم شويه تكون قاصحه، ما تكونش جاريه. هذا مكان. نلموها وندركوها شويه. انا نلمها وندلكها باش ما نطولش عليكم في الفيديو. نلمها وندلكها شويه ونرجعوا ان شاء الله ونشوفوها مع بعض. من بعد دلكتها، هاي القوام تاعها. شوفوا كيفاش تخرج هاي رطبه. نديروها كرات، ندهنوها بلا. هاي درت فيها شويه زيت. نديروها كرات صغار ماشي كبار، كره صغيره. ها هذا ما كان. عفوا. كرات صغار. ولا بغيتي تصغري على هذه ديريهم صغار صغري. ها ندير هنا كرات هاي كما راكم تشوفوا. وروحوا نشوفوا الحشو كيفاش نديروه، واش نديرو فيه، ونرجعوا مع بعض ان شاء الله. نجوزوا للحشو دروك. درنا هنايا زوج بصلات، زوج حبات بصل، وإلا كانوا صغار ديري 3. قطعناهم رقاق كما راكم تشوفوا. نديروهم نخليهم يذبالوا على النار حتى يتقلاو لنا هاك. نخليهم يتقلاو كي يذبل البصل ويهبط كاع. نشوفوا واش نزيدو نديرو فوقو. كي تقلى لنا البصل نديرو شويه فيونداشي، ولا ما عندهاش الاخت الفيونداشي ندير طرشي مع البصل. طرشي البصل عادي. ولا عندها معليش تكون غير شويه كيما يقول لك بنه. هذا ما كان.
خلوه يذوب. نزيدو الرق الثوم، صوبو نديرو 2 ريسان كبار، ثوم تبنن مع اللحم والبصل. فوالا كملوا هذا الموضوع. ونحركو. حشو ساهل بسيط. اللي ما عندهاش اللحم ثاني يجي تقدر تعوضو بالطون بطاطا، دير طرشي وبصل ودير بطاطا في الاخر ثاني يجي مليح. عاده نديرها انايا كي ماكونش عندي اللحم نديرها. فوالا ونجوزو بالتوابل. نديرو شويه ملح، ما نقووش الملح باسكو من بعد نديرو شويه زيتون فيه وشويه جبن، ما تقويش الملح. ونديرو شويه قرفه نحبها انا بزاف في الفيونداشي باللحم. ونديرو شويه راس الحانوت، وشويه فلفل عكر. هذا المكان، هذا هما التوابل. نبغيش نقوي التوابل لان حتى يسمطوا. كي تاكلي الحبه تصيبيها غير التوابل. فوالا نقص على الغاز ولا النار كما يقولوا اخواتنا تاع المغرب العافيه. نقصولها نغطوها ونخلوه يزيد داك اللحم يطيب مع البصل والثوم. كي قلات لنا كلش نزيدو الزيتون اللي قلنا عليه. اذا عندك مايس ديري مايس، انا ما عنديش. خلوه يتقلى مع غير واحد شويه. فوالا ونديرو الجبن ونطفو عليه، خلوه يبرد لنا الحشو تاعنا باه نبداو نشكلوه في الحبات. نديرو الجبن، اي جبن عندك ماشي شرط هذا، اي جبن اخت الكريمه عندها دير. نطفي على النار ونخليها نخلي الحشو تاعنا يبرد لنا ومن بعد نبداو ان شاء الله في التشكيل. كملنا الحشو تاعنا طاب لنا، ها هنا خليناه برد حتى برد سوا كما راكم تشوفوا. ذوبت هنايا 2 مغارف تاع مارغرين مع مغرف تاع زيت، وهذه شويه زيت باش نحلو بها العجينه. نبداو بسم الله، نديرو العجينه، نديرو لها الزيت ونديرو العجينه ونبداو نحلو فيها. هي بسياسه كيما المسمن تاعنا تماما هاك. حلوها رقيقه حتى البلان دو طرافاي تاعنا كيما يقول لك نشوفوه. ها حلوها رقيقه هاي. رقيق قد اللي تنجمي باش يجي مورق كيما ديور. بابا خليها تاع نورمال عادي هاك. ونقول ونعاود العجينه ما تخافوهاش. فوالا اذا كانت مريحه خليتوها تريح، خلوها تروبوزي هذه العجينه، خلوها واحد الساعه ولا قد ما تخلوها تروبوزي قد ما يجيكم
العجين تاعها ساهل، الخبيز تاعها ساهل. فوالا رققناها كاع كيما راكم تشوفوا. هاي الطابله من تحت راه يتبان. نديرو ديك المارغرين، نديرو هكا فوق شويه. فوالا نديروها. واش نديرو دروك؟ هذه الجهه نجيبوها هنا. فوالا حاجه ساهله، كاع ما تقولوش صعيبه. معليش تقطع عادي، ديور ثاني تقطعوا لنا كي نكونوا نصنعوا فيها. فوالا نزيدو شويه هنايا ثاني، نزيدو حبه ثاني هكا نرجعوها هنايا. هاك نديرو الحشو تاعنا هنا الفوق. هاي نديرو الحشو تاعكم. قلت الاخت الكريمه كيما تبغي الحشو، كي يكونوا في رمضان نديرو نبداو هكا نديرو الحشو اللي نحبوه، نزيدو هكا ان شاء الله تكون الصوره واضحه يماك. ماك زيدو هكا. فوالا خبزو ديك ونزيدو هكا هذه وهذه نقطعوها. هذا مكانها حاجه سهله سهله ماهله. هذه هي واسمها البريوات تاعنا، هذو هما نديروهم في السنيوه وندهنوهم شويه بالبيض. درت انايا هنايا صفر تاع بيض، فتيتها خل وفتيتها زيت. هذا ماك هاك ناخذوهم نحمروها مليح ونديروها في الفور. شوفوا حبه مع بعض واحده اخرى، نحلوا العجينه من بعد نعاودوا. انا حليت حبه واحده اخرى راكم تشوفوها، رققتها قد اللي نجمت. نديروا هذيك الزبده طاري شي قوي، نعاودوا مع بعض نديروا هذه نقلبوها هنايا كما راكم تشوفوا. اخت الكريمه نزيدوا شويه هنايا، نعاودوا نقلبوا هذه هنايا. حاجه سهله ماشي صعيبه. ماشي كاع صعيبه، تنجم اي اخت تديرها. شويه لازم تكون عندها شويه صبر. هذا ماك نديروا الحشو تاعنا. ونبداو نبلعو كيما نديرو البوراك تاعنا تاع العادي. اي هذا بالعجينه ماهيش بالديور. كي تولي هذه لافان نقطعوها ساهله. هاني درتها لكم درنا زوج مع بعض. ندهنوها كيما قلت لكم بالبيض، شويه خل وقطره زيت، ونطيبوهم كيما نطيبو الديور تاعنا تاع الكوشه اللي نديروهم في الكوشه. خليهم نقصوا للغاز، هذا نقصوا للنار عفوا، وخليهم يطيبوا على مهلهم، يتقرمشوا من الداخل ويطيبوا على مهلهم. هذا مكان ومن بعد نشوفوا ان شاء الله كيفاش يخرجوا لنا. هذا هما البريوات تاعنا كيفاش خرجوا. ها هنا تبغي الاخت الكريمه سورتو المبتدئات ديرهم صغار، يجوا صغار، دير كره صغيره تاع العجين وتحلها مليح باش ما يجيهاش صعيب. هذا هما خليتو تحمروا مليح في الفور كي شغل قليتهم. هاي من نشوف نقسم معاكم حبه، نقسموا هذه في الوسط. شوف كيفاش خرجوا لنا، صدقوني خرجوا
رايعين. خرجوا هايلين. هادو هما البريوات تاعنا تاع رمضان. كل مره نديرو ديول شويه نوعو. هذه صدقوني يجوا هايلين، يجوا روعه. والى شيوات اخرى ان شاء الله.